السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. مكملين في اسكندرية الجميلة. كنا شفنا 20 شاطئ في فيديو واحد من اجمل وافضل شواطئ اسكندرية. عرفنا اماكنهم وعرفنا اسعارهم. شواطئ من 5 جنيه ل 1500 جنيه. الفيديو بتاعهم هيطلع لحضراتكم حالا، انصحكم تتفرجوا عليه بعد ما نشوف واحد من اجمل واروع الاماكن في اسكندرية، لسان سيدي جابر او ممشى زووك. عبارة عن مجمع مطاعم لأرقى وأهم براندات المطاعم في اسكندرية. في أماكن كتير ولا أروع. مكان حلو وتقدروا تدخلوه عادي، تتمشوا وتتصوروا حتى لو مش حابين تقعدوا في أي مكان. هنتفرج على الممشى وهنقعد في مكان في آخر اللسان. هندخل حوالي 100 متر جوه البحر. ما هو الممشى مش الحتة اللي احنا شايفينها دي، هم عاملين حاجة ذكية جدا. اللسان مش كله عمودي على كورنيش، في الجزء اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ودي اللي فتحوها في الاول وكنا عملناها اول ما فتح، لكن عملوا انكسار للسان وبقى ليه وظيفتين. لسان عليه تجميعة مطاعم موازي تقريبا للشاطئ اللي قدامه، واللسان كده بقى ليه وظيفة تانية غير انه مجمع للمطاعم، بقى حاجز الامواج لحماية شواطئ الفنادق اللي قدامه. زي ما حضراتكم شايفين ده اللسان ودي الفنادق اللي قدامه، كل حاجة موضحة زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى ندخل ونشوف هنقعد فين. اللي على اليمين ده مطعم اوتنتيك، مطعم تركي، وده مطعم باباروتي. شايفين الروف بتاعه عامل ازاي؟ من المطاعم المهمة والجميلة داخل ممشى زووك مطعم عراكية. ان شاء الله نبقى نشوفه مرة تانية، علشان انا عايز ادخل مع حضراتكم لاخر اللسان. اخيرا وصلنا لاخر اللسان. في اخر اللسان في عندنا كبابجي المنوفي، وفي عندنا مطعم وكافيه الواحة. تعالوا نقرب من الواحة. الواحة زي ما حضراتكم شايفين بتبص ناحية الفنادق وناحية كورنيش اسكندرية شارع الجيش. شايفين أعداد جميلة ورايقة. لكن تعالوا هنشوف مكان هو الكافيه الوحيد اللي كاشف البحر من 3 جهات، كأنك قاعد في شبه جزيرة. مطعم وكافيه دوز، دي الواجهة بتاعته. تعالوا ندخل. طبعا مفيش أحلى ولا أجمل من قعدة الروف. القعدة فوق خيالية واستثنائية. تعالوا نطلع. صباح الخير. زي ما قلت لحضراتكم ده افضل مكان على اللسان تقدر تشوف منه البحر بالكامل. طلة البحر من 3 جهات. من هنا تقدر تشوف كافيه الواحة اللي شفناه تحت والقعدات الحلوة بتاعته. شايفين فندق جولدن جويل وكورنيش اسكندرية باين بالكامل. هنا المنوفي الكبابجي حبيبي. ان شاء الله بيجي وراك. ومن هنا امتداد البحر. بحر قدامك، مشهد خيالي واستثنائي. هوا عليل. تخيلوا المكان ده والجو فيه بالليل يكون عامل ازاي. هنا بنشوف اللسان. كمان تبقى محظوظ لو حضرت الغروب من اي مكان في سيدي جابر. الغروب من هنا كنا صورناه مرة من كافيه ويف، خيالي واستثنائي ومشهد ولا اروع. الفطار هنا من 9 الصبح لغاية الساعة 1 الظهر. الفطار عندهم ب 70 جنيه. ايوه 70 جنيه. عبارة عن فول وفلافل وبيض اومليت، بطاطس وسلطه خضراء، معاهم عيش ومعاهم مشروب كمان، شاي او عصير ليمون على حسب الرغبه. كل ده ب 70 جنيه، ولو ضفنا الضريبه يعني مش هتدفع اكتر من 80 جنيه. فطار على الفيو ده وفي الاجواء دي. لو مش عايز فطار شرقي، لو مالكش في الفول، ممكن تاخد كرواسون بالجبنه او الشوكولاته وتاخد معاه شاي او عصير ليمون على حسب الرغبه، برضه بال 70 جنيه. على فكرة الشاي عندهم في المنيو ب 43 جنيه. بالخدمة أقول هتدفع 50 جنيه، يعني الفطار هيكون أوفر بكتير. فلو جاي الصبح يبقى تفطر أحسن ما تاخد واحد شاي. الوصول للمكان سهل جدا. موجود في إشارة سيدي جابر، نهاية كوبري سيدي جابر لو جاي من ستانلي، وقبل ما تطلع الكوبري لو جاي من محطة الرمل.
وزي ما قلنا دخول الممشى مجاني زي كل مجمعات المطاعم جليم باي وتيفلي دوم، كلهم الدخول ليهم مجاني. ان شاء الله هنشوف اماكن تانية هنا، واحنا كنا شفنا اماكن كتير من الاماكن الموجودة في سيدي جابر. تقريبا 80% من الاماكن دخلناها وصورناها لحضراتكم هتلاقوها موجودة في سلسلة على البحر او في سلسلة سيدي جابر، وهسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف. احنا في سيدي جابر جنب نادي المعلمين، بنلاقي مكان بيجمع افخم وارقى مطاعم في اسكندريه، مجمع مطاعم تيفلي دوم على البحر مباشره. المطاعم ليها قعدات على البحر والنافوره مباشره، وقعدات تانية بنشوف منها البحر من فوق. أول ما بندخل في مطاعم برنسيس وجليلة، في ديب ان ديب لمحب الشوكولاتة. المكان اللي تحت ده عبارة عن ميني جولف، تعالوا نشوفه من قريب. ده جليلة واخد مكان كبير جدا ما شاء الله. في كمان اوبن داي هنا بيتعمل دايما باستمرار، بيبيعوا كل حاجة تقريبا. زي ما احنا شايفين بيجهزوا للاوبن داي. الصبح الدنيا بتبقى رايقة، بالليل المكان بيبقى عليه اقبال اكتر بكتير. كل مطعم بيكون كاتب اسمه على الكراسي موجودة على النافورة علشان تعرف انت هتقعد على انهي مطعم او كافيه. تعالوا نلف بالكاميرا نتفرج على المكان كله. احنا في جليم، واللي عدينا عليه ده الشاطئ الخاص لفندق توليب. احنا جايين نشوف شبه جزيرة السعادة في اسكندرية، زي ما انا بسميه شبه جزيرة لانه عبارة عن لسان جوه البحر، والسعادة بيعملها الفيو الرائع لعشرات المطاعم والكافيهات الموجودة على اللسان. احنا بنتكلم عن جليم باي، واحد من اهم واجمل الاماكن في اسكندرية. تعالوا ندخل علشان نشوف الجمال اللي بقول لكم عليه. اول مطعم بيقابلنا كارلوس بندخل له من بره، ودي قاعدة على الروف فوق. لما ندخل هنشوف ان في مطاعم موجودة تحت ليها قعدات كلها تحت اندور واوت دور، والقعدة الاوت دور ديت تبقى اوبن اير على البحر مباشرة. لكن في عدد من المطاعم موجود في الدور الثاني
قعدته الاندور فوق، وبعدين بنطلع بسلم للروف بتاعه. المهم ستاربكس هو اول حاجه بتقابلنا بعد ما بندخل على طول. بعدين بنلاقي مجموعه من المطاعم. اهم المطاعم اللي تحت نص رغيف، باباروتي، سيخ مشوي، بوكا. دي الاعداد زي ما احنا شايفين، بيبقى في قاعده مكيفه داخل المطاعم على الشمال، والقعده الاوبن اير على البحر في التراس تحت الشماسي. قعدات رايقه. الصبح بدري بيبقى فاضي ورايق. هو بيفتح من الساعه 9 الصبح، واغلب المطاعم بتقدم فطار. ففكره الفطار ممكن تكون في الحنين شويه، لكن طبعا لو بنتكلم في غدا او عشاء هتدفع. المطاعم براندات معروفه، والاسعار فيها مش في متناول الجميع، هي فوق متوسطه وعاليه. فاللي مش عايز يدفع كتير الى حد ما، يعني فكره الفطار هتكون حلوه بالنسبه له. بالليل المكان بيبقى زحمه جدا. الاجواء عموما الصبح او بالليل جميله، خصوصا في المطاعم الموجوده فوق وليها روف زي ما هنشوف بعد شويه. المطاعم اللي ليها روفز هي كارلوس وليمون وكوركوفادو وفيتو وزاهوب وسكالا. في اخر اللسان مكان للالعاب اسمه ماجيك تاون، في العاب للاطفال الصغيرين وللكبار شويه. وفي بارتيشن كده اسمه ووتر سايد، ده في مجموعه من المطاعم اللي حجمها صغير. في لاس باندا، وفي روك فرايد تشيكن، وفي تشيكن شيستر، وفي نظمي بيعمل مشويات، وفي عنده حواوشي، وفي ميكا كافيه، واخيرا بروسكايس. في نص اللسان مكان مفتوح على البحر، مكان كده الناس بتقدر تقف فيه وتاخد صور تذكاريه. بيعتبر يعني مكان للتصوير. منظر الصخور وصوت الميه وهي بتخبط فيها من احلى واجمل واكتر الحاجات اللي بتريح وتروق النفسيه. تعالوا بقى نشوف المطاعم اللي فوق بتبقى عامله ازاي. بيبقى ليها مدخل خاص بيها زي مطعم سكالا كده. تعالوا نطلع ونشوف جمال البحر من فوق. زي ما قلنا مطاعم الدور الثاني بيبقى فيه قاعده اندور، بتبقى مناسبه لو في شمس او شتاء. وطبعا احنا على لسان، فبيبقى الفيو من الناحيتين. تعالوا نبص من هنا على قعدات مطاعم الدور الارضي. دي القعدات اللي شفناها تحت، شايفين عامله ازاي. تعالوا بقى نطلع الروف والقعدات الاجمل في جليم باي. شايفين الجمال. الفيو هنا على منطقة جليم وسان ستيفانو. ده أغلى فندق في اسكندرية كلها، فندق سان ستيفانو. تعالوا نبص على الناحية التانية. الفيو هنا بيبص على مجمع مطاعم جليم اللي فيه لاتينو، وشاطئ جليم بنشوفه من هنا. القعدة على الروف مفيش أجمل من كده، رؤية مفتوحة ورائعة للبحر، والهواء والأجواء مفيش ولا أروع. تيجوا نشوف مكان تاني، يلا بينا. ده مطعم فيتو. تعالوا نطلع نفس الحكاية، هنطلع نلاقي قعدة صالة المطعم. بتبقى مناسبة لو حد عايز يتفرج على ماتش
لانه بيبقى فيه شاشات موجودة هنا، وكمان لو الشمس شديدة او الدنيا برد بزيادة. لكن طبعا وابدا الروف بتاع اي حاجة، مطعم، مركب، باخرة، هو المكان الاجمل والاروع بالنسبة لي. دي اجواء جليم بالليل. جليم باي ليه جراج خاص بفلوس طبعا. زي ما قلت لحضراتكم بالليل بيكون زحمه جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.